السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء العسل، يا مساء السكر، يا مساء كل حاجة حلوة لأحلى متابعين في الدنيا. بحبكم في الله، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ومش هقول لكم بقى النهارده بقى انا هعمل كذا، لا انا مش هعمل اكل النهارده، انا عندي اكل فهحيه، هجدده بقى، خليه كده حاجة ايه تتاكل كده وفي نفس الوقت تفتح كده نفس العيال، وربنا يهديهم كده عليا يا رب وياكلوه ويدومها علينا نعمة يا رب من فضله. وهقول لكم كمان تكلفة الأكل ايه، الأسعار ايه بتاعت النهاردة كمان. يعني الطماطم الكيلو ب15 جنيه، والقتة كيلو ونص ب10. ممكن تجيبي نص كيلو طماطم وممكن تجيبي نص كيلو قتة، وممكن تجيبي الكيلو ونص قتة ده يقعد معاكي كذا يوم. أنا بصراحة جبت الكيلو ونص قتة ب10، باخد منهم على قد السلطة بس، وقاعدين معايا ما شاء الله، يعني اللهم بارك حبة حلوين. والقتة كمان اللي هي الصغيرة الحلوة دي، الكبيرة بيبقى باحس إن طعمها ماسخ، وأي حاجة أصلًا عمومًا كبيرة، سواء طماطم كبيرة أوي، سواء برتقان، خيار، الحاجات دي بيبقى عليها بودرة، رشين عليها بودرة عشان تكبر قبل أوانها، فالحاجات الكبيرة دي بتبقى مش حلوة، فخليكِ في الحاجات اللي هي الإيه الوسط كده. والقتة كمان الصغيرة دي بتبقى جميلة جدًا، جدًا، جدًا. أدي كده عملنا السلطة اللي هي أساسًا إيه، الأكل النهارده كده إيه على قد الإيد، ها، يعني ما تقولوش قوطة وقتة بس، قوطة وقتة بس. هاعمل لكم زي ابني بيقول لي: "يا ماما القتة دي آآ يعني الناس بيجيبوها ياكلوها كده بس زي الفاكهة." قُلت له: "كل واحد حُر." كل واحد يا ابني حُر، اللي يجيبها ياكلها زي فاكهة هو حُر ياكلها، إحنا قُلنا له لأ، واللي يجيبها ياكلها مع الجبنة زي بعضه ما يجراش حاجة. اللي يجيبها ياكلها مع السلطة بدل الخيار ما مش هيضر. المهم يعني إن فعلًا الأكل ده أذواق، وهي فعلًا بتتاكل في كل حال، يعني عايزين فعلًا ناكلها كده لوحدها ماشي ما يجراش حاجة، بتسهّل الهضم ومفيدة جدًا، وعايزة تتاكل مع الطماطم ما يجراش حاجة، مع الطماطم وفلفل وكده يعني سلطة ماشي، عايزة تتاكل بجبنة قريش أو بجبنة براميلي أي نوع جبنة يعني برضه مش هتقول لِك لأ. هنا بقى باعمل إيه، طبعًا ده زيت كان عندي من قبل كده يعني مش أول مرّة أقلي فيه، وطبعًا أنتم عارفين أزمة الزيت وعارفين دلوقتي الزيت بكام، وقولوا لي عندكم في التعليقات الزيت عندكم الكيلو عامل كام. قطّعت بقى بطاطستين، بطاطستين بالعدد ها، بطاطستين، وفي الزيت بقى اللي أنا لسه قايلة لكم عليه بقى اللي هو مشّي حالِك عشان حالِك يمشي وما تحبّكيهاش ها. وبعدين شطفت البطاطس وصفيتها من المَيّة ورشيت عليها حبّة ملح كده، وبعدين إيه، نزّلتها كده تتقلي. يبقى إحنا كده الجديد بتاعنا إيه، اللي هُم البطاطستين بالعدد دول جنب حبّة السلطة. دي كده طلّعت أول رصة، البطاطس ما شاء الله جميلة، آآ الكيلو ب18 جنيه، ممكن تجيبي نُص على فكرة مش لازم تجيبي كيلو، ممكن تجيبي نُص كيلو وتمشّي حالِك كده تحطيه جنب الأكل هيدّي إيه، منظر جميل وحلو وفي نفس الوقت يفتح النِفس، وكمان لو الأكل كمان هو بايت أصلًا، زي الأكل اللي إحنا عاملينه ده حضرتِك، اللي هو إيه، دوّة إيه، ده رُز معمول بصدر فرخة، ممكن تجيبي كمان ربع كيلو بانيه وتقطعيه كده مكعبات، وبعدين هابقى انزل لكم الطريقة. اصلا يعني الاكلة دي عندي جميلة جدا وبنعشقها بصراحة، والاكلة اللي هي الايه المسعفة بقى اللي هو ما بتاخدش معاكي ثواني جنب حبة سلطة والموضوع انتهى، وبتبقى اكلة فيها ايه قيمة غذائية حلوة وفي نفس الوقت فيها كمان فراخ، وما اخدتيش اي وقت خالص في المطبخ، اكلة جميلة جدا جدا، اللي هو الرز بالفراخ ده بيتعامل نفس معاملة كده يعني الإيه، الرز البسمتي بس بالإيه، بالرز المصري. زي ما قُلت لكم مشّي حالِك كده واعملي إيه، من الفسيخ كده شربات، ماشي يا شربات. وبعدين خدي هنا يا غالية أنتِ وهي لو لسه لغاية دلوقتي معايا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك لو عجبتكم يعني الق لو عجبتكم يعني القناة. استفدتِ بأي حاجة كده من الفيديو ماشي ما يجراش حاجة، اعملي لايك، اعملي اشتراك، اكتبي كده كومنت، شجعيني كده. الواحد بيتعب على فكرة على الفيديوهات دي، التصوير ده ما تفتكروش كده ان هو سهل، لا خالص. العيال والله بتبقى ميتة من الجوع وانا اقول لهم ابدا والله ما حد يلمس حاجة إلا لما انصحه. بضحك معاكم يعني، اللي عايز يعمل يعمل، اللي مش عايز ما عجبتوش خلاص ما يجراش حاجة، يكفيني بس اللي انتوا كده قعدت لغاية دلوقتي معايا. طيب ايه تاني هنعمله،
احنا كده قلنا عملنا الرز بالفراخ ده، هو اصلا كان عندي من امبارح. و... وبعدين انا استحرمت قلت هعمل اكل وانا عندي اساسا الرز اللي هو بالفراخ. بس ما كانش عندي سلطه، ليه كان عندي بس بقيه القته. فقلت احيي كده ببطاطستين. وكان عندي برضو مكرونه من اول امبارح محمره. فقلت مش هينفع خالص يعني. الست بقى البيت الشاطره كده تلم كده نفسها وتلم كده دنيتها، وما نقعدش نفتح، ما نقعدش نعمل اكل على اكل، اكل على اكل، والاكل اصلا عندنا. يعني انا اصلا امبارح اللي خلاني اعمل الرز بالفراخ ده ان المكرونه ما كانتش هتقضي. يعني المكرونه طبق كده وما كانتش هتقضي. فقلت اخلي الطبق دوت احطه جنب الاكل، ونسيت بصراحه احطه. فجيت النهارده بفتح التلاجة عشان اشوف فيها ايه يتعمل. فلقيت الاكل ده، فقلت حرام والله، يعني احنا ممكن ايه نجيب نص كيلو قوطه جنب البطاطستين، ونبقى عملنا احلى غدا واحلى عشاء كمان. يمشي البطاطس والسلطه للعشاء، ويمشي ايه، ويمشي برضو الاكل ده كله للغدا. يبقى احنا عملنا ايه، يبقى احنا مشينا حالنا ومشينا يومنا. واليوم بقى الفلوس بتاعت النهارده دي ممكن احنا بقى نجيب بيها ايه، كيسين سكر كده نركنهم كده لرمضان. نجيب مثلا 2 3 كيلو قوطة كده نفرزهم ونرميهم في الفريزر كده لرمضان. ممكن عليا ايه، حق درس كده للعيال، اروح دافع الدرس بتاع العيال. يعني فاهمين قصدنا. ممكن اجمع المصروف معايا وانزل السوق اجيب لي مثلا اي حاجة انا محتاجاها. لكن ما بقاش عندي الاكل وافضل مركناه في التلاجة مركناه. اعمل النهارده اكل واخلي الباقي، واعمل اكل واخلي الباقي، واجي اخر الاسبوع الم كل اللي في التلاجة وارميه. طب حرام حرام ليه كده. طبعا بقى ايه، ما كانش عندي اي حاجه زين بيها. فقلت بقى ايه، نعمل من الفسيخ بتاعنا شربات. جبنا السلطه بتاعتنا، احنا مش هنجيب حاجه من بره، احنا قلنا ايه، عندنا اكل بايت من امبارح وهنحييه، هنحييه يعني هنحييه، وهيتاكل ان شاء الله يعني هيتاكل. فنعمل ايه، نجيب من السلطه بتاعتنا كده، نقيت المكعبات الكبيره حلوه كده الكبيره شويه. وبعدين حطيتهم كده. طب وبعدين هنسكت على كده، هنجيب برضو اي حاجه كده ونمشي الدنيا. طيب الرز بالفراخ ده برضو في اي علبة عندك بتحطيه، او في اي طبق، او في اي فورمة انت عايزة تحطيها. وبعدين لميت كده كام حتة فراخ، هو اصلا الرز ده بيبقى جواه الفراخ. فلميت كام حتة فراخ وحطيتهم من فوق الوش. والبطاطس بصراحة حطيتها لكم زي ما هي، قلت انتوا مش غرب، ده انتوا اخواتي واهلي وحبايبي. وعايزة اقول لكم ان انا فعلا وانا بقدم لكم الفيديو ده بقول لكم فعلا كل تفصيلة بكل صدق. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم